المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من الفضاء الإرتري نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار لهذا المساء يصحبكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دورة تأهيلية صحية من أجل متابعة صحة الطلاب لأكثر من 170 معلما. تطور التعليم في وسط دنكاليا. وعي المواطنين حول تبرع الدم يحقق نتائج إيجابية في الإقليم الجنوبي. سقوط قتيل وعدة إصابات من قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى. بوتين يزور تركيا لبحث النزاع السوري وإطلاق بناء مفاعل نووي. والصين تؤكد استعدادها للرد على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم فرع وزارة التعليم في الإقليم الأوسط دورة صحية لأكثر من 170 من المعلمين تساعد على متابعة صحة الطلاب. وقال مسؤول متابعة الطلاب الأستاذ إفريم سيوم إن الهدف من الدورة هو اكتساب المعلمين معارف مبدئية حول أمراض تصيب العين والأذن والحنجرة والجلد التي تطرأ على الطلاب، وكذلك تهيئة أرضية صلبة للإبلاغ السريع للآباء والمهنيين الصحيين حول تلك الإشكاليات. وأوصى كل من مسؤول وحدة الصحة البيئية في فرع وزارة الصحة السيد أبراهام بلاي وإخصائي أمراض الجلد في مستشفى حليبة الدكتور شوماي أبرونيوس في السيمينار الذي قدمه. أوصيا الطلاب بتعزيز ضمان نظافتهم ونظافة أدوات الطعام لسلامتهم من الأمراض. أوضح مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية وسط دنكاليا بإقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ عبد القادر الريدو أن المدارس التي شيدت في سنوات الاستقلال أسهمت لرفع المشاركة في التعليم خاصة الطالبات. وقال أن الحكومة شهدت المدارس وصولا إلى المناطق النائية لحصول المواطنين على فرص التعليم، والذي ساعد أولياء الأمور إرسال أبنائهم في العمر الإلزامي للتعليم، مشيرا إلى ازدياد المشاركة في التعليم بنسبة 10% هذا العام، والطالبات بنسبة 3% مقارنة مع العام السابق. وذكر بأن فتح مدرسة ثانوية بالمديرية شجع الطلاب لمواصلة التعليم، إضافة إلى تعليم الآباء عبر برنامج تعليم الكبار. وتوجد في مديرية وسط دنكاليا 15 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. قال مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم السيد محاري أبراهام إن حملات التعبئة الجارية بتعاون جمعية المتبرعين الطوعيين للدم وبنك الدم في الإقليم الجنوبي تعزز الدفع بالتبرع بالدم. وأوضح أن التبرع بأكثر من 506 وحدة دم في حملة التعبئة التي جرت من 26 وحتى 30 من مارس المنصرم بالمدارس الثانوية في كل من دفر والدخال يعكس الوعي المتنامي. وذكر رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس بأن الجمعية تعمل باهتمام لإرساء التبرع بالدم كثقافة وتوفير الدم لمستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي، وأن الفروع المقامة في مديريات دكم حري والدخالة والدبر وتسهم جيدا في هذا المجال. في غضون ذلك تم إقامة فرع جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في مديرية دبر، وشهدت المناسبة توضيحا حول أهمية التبرع بالدم وفوائده. أعلنت إدارة الإقليم الأوسط عن نمو أكثر من 2000 شجرة نخيل تم زرعها بالمشاركة المجتمعية في مختلف مناطق أسمرة 2012. وأوضح مسؤول وحدة الأشجار والحدائق في الإقليم الأوسط السيد هبت محراي وأشار إلى أن الوحدة وفرت اللوازم المطلوبة والقدرات البشرية لإنجاح البرنامج، وتخصيص أكثر من 120 عاملا لرعاية الأشجار وحراستها و5 شاحنات صهريج مياه لريها. ودعا السكان لمواصلة العناية بالأشجار والحدائق. دعا مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى الحايق لتضافر جهود السكان وجهات الحراسة في برامج التنمية عامة وتنمية المحمية بصفة خاصة. وقال لدى لقائه المؤسسات الحكومية الناشطة في المديرية أن العمل الجاري على المستوى المجتمعي لبناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية يهدف حماية التربة وحفظ المياه ويحقق نتائج مرضية، داعيا الاهتمام بتنسيق القدرات لنتائج أكبر.
وأشار إلى وجود برنامج لصيانة الحواجز المائية بالدعم الآلي للاستفادة المثلى من السيول المنحدرة من المرتفعات، وتجري التفاهمات مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك. وناشد الاجتماع للسماح بمناطق الرعي في جميع الضواحي. مشاهدينا الأكارم، فاصل من ثم نعود مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. أهلا بكم. أعلنت الأمم المتحدة مقتل عنصري من قوات حفظ السلام وإصابة 11 آخرين في تبادل إطلاق النار خلال هجوم قامت به ميليشيا مسلحة من جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن الهجوم وقع في قاعدة مؤقتة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة تقع على بعد حوالي 60 ميلا شمال شرق مدينة بامباري بوسط إفريقيا الوسطى. وأوضح دوغاريك أن بعثة الأمم المتحدة عثرت مؤخرا على جثث 21 مدنيا من بينهم 4 نساء و4 أطفال في إفريقيا الوسطى. وذكر البيان أن معركة بالأسلحة النارية أعقبت الهجوم واستمرت لساعات، وقتل فيها 22 من أفراد الميليشيا. وتجد مهمة حفظ السلام دولية قوامها 12,000 جندي صعوبة في استعادة النظام بالمناطق الريفية التي يكثر تعرض المدنيين فيها للهجمات. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة لتركيا تستمر يومين يطلق خلالها رسميا مع مضيفه رجب طيب أردوغان بناء مفاعل نووي قبل أن يجربا محادثات مهمة حول سوريا. وشهد الرئيسان التركي والروسي التدشين الرسمي لتشييد أول محطة كهرباء نووية تركية ليبدأ بناء محطة أوكويو التي تتكلف 20 مليار دولار وتقام في محافظة مرسين بجنوب البلاد. وتتولى مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية روس أتوم بناء المحطة التي تتكون من 4 وحدات قدرة الواحدة 1200 ميجاوات. وزيارة بوتين هي الأولى التي يقوم بها للخارج منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في 18 من مارس المنصرم، يلتقي خلالها بأردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد اجتماع بشأن سوريا. أعربت الصين اليوم الأربعاء عن أدانتها الشديدة للقائمة التي نشرتها الولايات المتحدة، وحددت فيها واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا تعتزم الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية عليها، محذرة من أن بكين مستعدة لفرض إجراءات انتقامية على الصادرات الأمريكية. وقالت وزارة التجارة الصينية أن الصين تدين بشدة وتعارض بقوة مقترحات الرسوم الجمركية الأمريكية، وهي مستعدة لفرض إجراءات مماثلة على المنتجات الأمريكية. وكانت واشنطن قد نشرت قائمة بمنتجات صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا. وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عليها ردا على ما تقوم به بكين من نقل بالقوة للتكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية. وأكد الممثل التجاري الأمريكي أن قائمة الواردات تشمل 1300 خط إنتاج في مجالات الطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والماكينات. اجتمع شمل عائلة صينية مع ابنتها بعد 24 عاما من بحث أبيها عنها. واتبع والد الفتاة طرائق بحث مختلفة بإصرار منقطع النظير ودون كلل، كان آخرها أن عمل كسائق سيارة أجرى في مدينة تشنقدو على أمل أن يصدف أن تستقل ابنته سيارته في يوم من الأيام. وكانت الابنة قد اختفت حين كانت تبلغ من العمر 3 سنوات فقط، وقد أمضيا سنوات في البحث عنها في المدينة والمناطق المحيطة بها، ونشروا إعلانات في الصحف ونداءات على الإنترنت، ولم يبرح الزوجان مدينة تشنقدو على الإطلاق على أمل أن تعود إليهما. وقد نشر وانغ الذي فقد ابنته عبر سنوات منشورات وصور على أمل العثور عليها،
والتقت أخيرا الفتاة بأبيها في تشنقد، وقد انتشرت القصة المذهلة في كافة أرجاء الصين، واحتفل كثيرون بلم شمل العائلة. وقالت تقارير إعلامية صينية أن الفتاة الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.